ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وصحة وسعادة. اهلا بكم في حلقة جديدة مع يوسف النجار وحلقة رياضية جديدة. هنتكلم ان شاء الله اول حاجة عن مباراة الاهلي مع البنزرتي التونسي واللي انتهت بفوز المارد الاحمر بخمس اهداف مقابل لا شيء. المباراة يا جماعة ككل هي تقريبا حصة تدريبية للنادي الاهلي وجربنا فيها معظم اللاعبين. طبعا عودة حميدة لكريم فؤاد، ظهر بأداء كويس جدا على الوقت اللي لعبه. وكمان ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحميه شر الإصابات، يا رب ما يظهرش إن هو كان واحد مصاب اتنين صليبي ورا بعض وراجع فورمة ما شاء الله. وأعتقد إن ريبيرو ذكي كفاية إن هو يعتمد عليه في أي مركز. كريم فؤاد ممكن يلعب في أي مركز سواء وينج يمين أو وينج شمال أو باك يمين أو باك شمال. برضو يا جماعة كلاكيت تاني مرة عودة المخيف. ما شاء الله يا جماعة أنا شايف معرفش برضو أنتم متابعين معايا ولا لأ أو مركزين في ماتشات الأهلي الودية. محمد شريف يا جماعة أنا ملاحظ إنه متغير، يعني أنا ملاحظ إن الفينيشنج بتاعه بقى هادي، بقى عالي شوية. ولاحظت كده من الماتش الأول والماتش التاني ده أحرز هدف برضه جميل جدا، بيبين حس المهاجم إزاي والمهاجم اللي بيخلص إزاي الفرص اللي بتجيله. فما شاء الله عودة حميدة لمحمد شريف. وأعتقد باللي أنا شايفه عموما في الماتشات الودية إن ممكن يبقى شريف هو قائد الهجوم الأساسي وممكن يبقى جراديشار البديل من اللي أنا شايفه من المباريتين الوديتين دول. الاهلي ككل عموما طبعا طريقه ريبيرو اللي هو الهجوم الطاغي الهجوم الضاري، دي طريقه ريبيرو اللي هو المدير الفني للنادي الاهلي. على طول بتلاقي في منطقه الجزاء في الهجمات اربع وخمس وست لعيبه لو الامر كمان لزم لكده. فدي حاجه كويسه جدا وهي دي كره الاهلي اللي احنا اتعودنا عليها، الهجوم الطاغي. على طول استحواذ على الكره، على طول هجوم شرس ما بيسكتش. واعتقد ان الاهلي ان شاء الله باذن الله في بدايه الموسم الجديد هتبقى الماتشات بتاعته هتلاقي سكورات كتير وهتلاقي نتائج كبيرة، خمسة وستة وأربعة وأقل نتيجة ثلاثة. فلا يعني أنا شايف وملاحظ من أداء الأهلي هجوم طاغي وطريقة لعب هيحبها جدا عشاق النادي الأهلي من اللي لاحظته في المباراتين الوديتين اللي فاتوا. هنتكلم برضو عن موضوع. تمام، اتكلمنا عن موضوع كريم فؤاد ومرحب بعودتك يا كريم. اه، تاني موضوع معانا هنتكلم عن مباراة الزمالك ووادي دجلة. طبعا يا جماعة احنا زي ما احنا اتعودنا، طبعا دي حاجة كوميدية. ايه هي الحاجة الكوميدية؟ ان مباراة الزمالك ووادي دجلة انتهت 1-0 لوادي دجلة. المفروض وادي دجلة لسه صاعد من دوري الدرجة الثانية، وكسب الزمالك بالصفقات الجديدة. الزمالك كان بيلعبه بالصفقات الجديدة كلها، خسر 1-0 من وادي دجلة. حاجة Oh متوقعة، my حاجة god. مش محتاجة تفكير. الزمالك مركز مع كله الا نفسه، اللي ماسكين الزمالك واللي حوالين نادي الزمالك واعلاميين الزمالك ولاعبين الزمالك كله مركز مع نفسه، مفيش حد بيفكر في النادي نهائي. انا من جمهور النادي الاهلي وطبعا ليا الشرف، بس انا صعبان عليا حال نادي الزمالك من اللي بشوفه. كنادي الزمالك ككيان، لكن اشخاص او لعيبه او اي حد حتى بنسبه كبيره من الجماهير ما تصعبش على الواحد، لان تركيزهم كله رايح ناحيه الاهلي فقط لا غير. السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات وقفوا مع بيراميدز قدام الاهلي وعملوا اللي ما يعمل علشان خاطر الاهلي يخسر الدوري وما حصلش. طيب انت عملت كل حاجه عشان تخسر الاهلي، انت مصلحتك ايه مش عارف. ماشي وخلاص، حاليا بيراميدز عمال يدعم وفريق تقيل، الاهلي حدث ولا حرج، وانت مركز ثالث لغايه دلوقتي. بس بتدعيمات سيراميكا اللي انا شايفها وزد والفرقه دي بتعمل تدعيمات كتيره، المصري انت ممكن توصل سادس مرتاح بالاداء اللي احنا بنشوفه والطريقه اللي احنا بنشوفها في اللعب دي يعني. دي كانت نتيجه مباراه الزمالك ووادي دجله المفاجاه طبعا. طيب، لاعب اسمه احمد ياسر اللي كان بيلعب قبل كده في البنك الاهلي، اكيد حضراتكم عارفين، نزل تهنئه على صفحته لأسامة فيصل بيقول له ربنا يوفقك يا حبيبي في النادي الاهلي، انت تستاهل كل خير. طيب هنا الدماغ الواحد بقى تودي وتجيب بقى، هل يعني كده أسامة فيصل في النادي الاهلي ولا ايه؟ طيب هنرجع تاني ونشوف برضو كذا تصريح مختلف عن كلام احمد ياسر، زي مثلا تصريح اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي. قال لك كل ما يتردد عن انتقال أسامة فيصل للأهلي لا أساس له من الصحة، لأنه ببساطة الأهلي لم يطلبه أو يتفاوض معنا بشأنه من قريب أو بعيد، ثم إن هناك قرار بالإبقاء عليه كعنصر أساسي للفريق للموسم الذي سينطلق خلال أيام قليلة، ولا توجد أدنى نية للتفريط فيه الفترة الحالية.
كما ما يتردد بشأن يعني ان احنا طلبنا في مبالغ طائله من اجل بيعه كاذبه. بقول لك يعني ان احنا طلبنا في مبالغ طائله من اجل بيعه كاذبه، لان اصلا ما فيش حد قدم عرض عشان خاطر نطلب مبلغ معين، وده رئيس النادي. وبطبيعه الحال احنا يعني هنصدق كلام رئيس النادي، لا ده اكتر حد ثقه في اي خبر يطلع عن النادي طبعا. يعني في صفقه مدويه حصلت، انا عموما اتفاجئت بيها. تقريبا الصفقه دي كان بيراميدز داخل فيها علشان خاطر كان بيزاحم الاهلي فيها، والاهلي طبعا كان اتسحب من الصفقه وخلاص، فطبيعي ان بيراميدز خلاص برضه اتسحب من الصفقه. هو بيضايق الاهلي وخلاص في الصفقات. الفرق عموما بتعمل كده، ودي كلها حركات في الكره وعادي جدا، يعني محدش بيعيط من التاني. تمام. اتفاجئت النهارده بخبر نازل بيقول لك بيراميدز يحسم صفقه الجناح البرازيلي ايفرتون دا سيلفا. طبعا احنا كنا عارفين ان ايفرتون دا سيلفا ده كان قريب جدا من النادي الاهلي، بس ما تمتش الصفقه بسبب المقابل المادي وهكذا. يعني زي ما النادي الاهلي عودنا انه دايما حوار الفلوس اول ما يوصل لمكان معين بيروح مسحوب من الصفقات، وده طبعا خطا مش صح. لان انت صفقه انت محتاجها تجيبها وانت معاك فلوس، مش معاك فلوس، لا انت معاك فلوس. فبيراميدز حسم الصفقه، طبيعي فلوس جدا، فلوس كتيره جدا مع بيراميدز، فحسم صفقه الجناح البرازيلي ايفرتون دا سيلفا لتعويض رحيل ابراهيم عادل. طبعا هو جاب تقريبا 5 مليون دولار من رحيل ابراهيم عادل، فطبيعي هيجيب ايفرتون دا سيلفا مرتاح. والمفروض ان النادي الاهلي اصلا يعني خلص وسام ب 7.5 مليون دولار. تمام. فعلى اقل حاجه، اقل حاجه ان انت تجيب مهاجم تقيل. خلاص تجيب مهاجم تقيل بقى ب 4 مليون دولار، ب 3 مليون دولار. والله في مهاجمين اقوياء جدا، بس ما اعرفش اداره الاهلي هتفكر في الموضوع ازاي. خبر النهارده وخلاص رسميا الاهلي يعلن عن انتقال وسام ابو علي الى كولومبوس كرو الامريكي ب 7.5 مليون دولار. وطبعا 10% نسبه اعاده بيع، ومليون دولار حوافز وهكذا. وسام ابو علي بره النادي الاهلي كده خلاص الحمد لله، الموضوع انتهى، قصة وسام انتهت، فصل وانتهى مع النادي الأهلي. نشتغل بقى ونبص للمستقبل ونشوف البطولات إن شاء الله بإذن الله اللي النادي الأهلي هيحققها. أنا مبسوط جدا بالمناسبة من طريقة إدارة الأهلي لصفقة وسام جدا. إن الأهلي بين قد إيه الأسس والمبادئ بتاعته لسه راسخة وموجودة. إن أنت صفقة زي دي تقيلة جدا تستغنى عنها بسهولة، او تستغنى عنها ان انت مثلا خلاص ما دام يا ابني انت مش موجود، او ان انت يا ابني مثلا عايز تمشي او مثلا ان انت بتتنطط او كده، لا مع السلامه. فدي حاجه جميله جدا وقويه جدا ومعروف فيها النادي الاهلي عموما، يعني علشان خاطر النادي الاهلي فيه نجوم كتير جدا دلوقتي، وكله يبقى عارف وفاهم من اولها كده ان انا ما ببقاش على حد. ادائك ومجهودك في الملعب هو ده اللي هيحفظ لك مكان، غير كده انت بره النادي الاهلي. شركة أديداس وريد بول أبلغوا وسام أبو علي بانتهاء تعاقدهم التجارية والإعلانية معاه بمجرد لحظة رحيله عن الأهلي. طبيعي يا جماعة، أنت طول ما أنت موجود في الأهلي أو أي نادي كبير عموما ليه مسوقين كتير جدا وقاعدة جماهيرية كبيرة، طبيعي الشركات الراعية تتهافت عليك وتختار فلان يعمل إعلان وفلان يعمل إعلان. فتخيل وسام أبو علي مع شركتين زي ريد بول وأديداس، شركتين تقال جدا عالميتين، يختاروه يعمل اعلانهم وهو في النادي الاهلي عشان خاطر هم رعاه تبع النادي الاهلي. فمجرد ما انت مشيت مع السلامه، افسخ عقد معاك، لان انا اصلا مش عشان خاطر اسم وسام انا رحت له، لا انا رحت لك كلاعب من الاهلي وفي النادي الاهلي، علشان كده رحت مضيت معاك عقد ان انت تبقى موجود. هو ده النادي الاهلي يا جماعه، زي ما عودنا ان طول ما انت موجود في النادي الاهلي وطول ما انت بتلعب بالتيشيرت الاحمر هتبقى محط انظار كل الشركات الراعيه وكل العالم، كل العالم. انا ما بكبرش الكلام، لا احنا شفنا كده في كاس العالم للانديه. فدي حاجه طبيعيه وحاجه كبيره جدا معروف بيها النادي الاهلي. اخر حاجه معانا بقى خبر كده سمعته من يومين او من يوم، كنت عايز اتكلم معاكم فيه وكنت متردد اصلا يعني لانها حاجات تافهه بالنسبه لي. واحد اسمه هيثم شعبان مدرب سيراميكا السابق، اكيد انتوا عرفتوا الموضوع ده، بيقول مانويل جوزيه اللي كان بيدرب النادي الاهلي، طبعا مانويل جوزيه عمل ايه للكره المصريه؟ عمل للاهلي فقط وما عملش حاجه للكره المصريه. برضو الداء بتاع ان الاهلي مش من ضمن مصر، الاهلي ده من بوركينا فاسو، يعني النادي الاهلي ده من بوركينا فاسو. فطبعا اي حد يدرب النادي الاهلي او اي انجاز ياخد النادي الاهلي مش تبع مصر خالص، لا. يعني احنا لما النادي الاهلي يمثل مصر بره او يطلع يلعب في بطوله بره بيحط جنبه علم الدومينيكان، ما بيحطش جنبه علم جمهوريه مصر العربيه.
هي مسلسل وحافظينه، اي حد ملوش في حاجه واي حد مش معروف بقى عايز يظهر وخلاص. تمام، ما عملش حاجه للكره المصريه، تمام. ما قدمش اي اسلوب لعب جديد، وكان بيضم كل النجوم اللي في الدوري علشان ما يبقاش فيه منافس ليه وياخد البطولات وخلاص. انا ما اعرفش، انت بتقول كلام واقعي في الكوره وكلام طبيعي في الكوره جدا يعني. فريق كبير، فريق ليه تاريخ، فريق بياخد بطولات، طبيعي لازم يبقى فيه احسن لعيبه في مصر وفي افريقيا. دي حاجه طبيعيه، وكل اللعيبه تتمنى تروحوا. زي ما هو برضه لما بيقدم عرض لاي لاعب بيجي له جري. طب اللعيبه بتجي له ليه؟ انت دلوقتي بتقول هو بياخد الانديه واحنا بنخطف، بياخد اللعيبه واحنا بنخطف اللعيبه. النادي الاهلي ما بيخطفش اللعيبه، النادي الاهلي بيروح يعرض عرضه، وكمان ممكن يبقى اقل عرض متقدم للاعب واللاعب بيوافق. يعني ممكن يتقدم له عرضين ثلاثه من بيراميدز والزمالك والاهلي، يختار بتاع الاهلي حتى لو اقل ماديا، عشان هو عارف هو رايح فين وعايز يعمل تاريخ وعايز يعمل بطولات وعايز يعمل اسم. فبلاش الكلام ده والنبي يا جماعه يعني. دي حاجه انا حبيت اتكلم عنها، من النوعيه اللي هي مش معروفه، فانا عايز اظهر فاجي في الهيفا واتصدر. طبيعي، طبيعه الحال يعني، ده اللي سايد دلوقتي في كل حاجه حاليا بالذات في مصر يعني. شكرا يا جماعه انكم سمعتوني، ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب. السلام عليكم.